اللي انا بشتغل فيه، فانا مسميه. لو انت يعني جيتي إمم. عندي مره هتلاقي كاتب يافطة عليه كرفان سراي وخنقاء. كرفان سراي معناها كلمه تركيه، معناها زي استراحه سفر. فانا بحس ان الناس لما بتيجي للمكان بتبقى زي ما تكون في السفر بتاع الحياه، في الرحله بتاعتنا في الحياه. هو مكان ممكن يستريحوا فيه شويه، ممكن يديهم شعور ان هم يقدروا يتواصلوا مع ذاتهم شويه اكتر. إمم. خنقة دي برضو كلمة تركي، جاية من كلمة معناها ملتقى الصوفيين، أو المكان اللي الناس بتتجمع فيه عشان يعني يذكروا ربنا. هو مكان روحاني يعني. طبعًا. اللي هي بعد شوية جت منه كلمة خنكة، اللي هو المجانين. لأن يا هم الله! دي الصوفيين أول في مرّة تركيا، الصوفيين في تركيا الطريقة بتاعت جلال الدين الرومي آه. كانوا بيرقصوا وحاجات زي كده، اللي هو درويش المولوية. إمم. فكان الناس بيفتكروهم مجاذيب، فدي جت منها كلمة خنكة اللي هو المجانين. بس ده يعني اسايد نوت. فانا إمم. المكان اللي انا عامله هو مكان ببساطه شديده الناس بتيجي فيه. ده المكان اللي نصه المكان بتاعي، يعني نصه البيت بتاعي ونص تاني المكتب بتاعي، اللي الناس بتجيلي فيه بشتغل فيه معاهم على ان هم يحاولوا ان هم يتواصلوا اكتر مع نفسهم.